طبعا كلنا ملاحظين التطور الشديد اللي عمله مارسيل كولر مع الاهلي في سواء في الدفاع والهجوم، وده كله يرجع بفضل الخمسه بتاعت صن داونز في شباك الاهلي. ومن ساعتها ومارسيل كولر بدا يلم نفسه شويه، وبدل ما كان فاتح صدره في التجهيز وفي التخين وفي الرفيع في اللي رايح واللي جاي. من ساعه ماتش ريال مدريد الاربعه اللي خدنا فيه اربعه وفتح صدره وشال اربعه فيه، وبعد كده ماتش فلامينجو، وبعد كده راح جاي واخد خمسه من صن داونز، وعرف ان اللعيبه دي ما ينفعش تفتح معها خطوط، ما ينفعش معها تفتح مساحات، ما ينفعش غير انك تلعب على الكد. وبدا يحول الطريقه عاد من 4-3-2-1 ل 4-3-3 بثلاث ديفندرات في وسط الملعب. وطبعا من بعد الخمسه بتاعت صن داونز والدفاع كله، الدفاع يعني عامه قوه الدفاع اتنظمت شويه ساعه الخمسه بتاعت صن داونز، وما دخلش فينا غير هدف في 13 مباراه. فده تطور ملحوظ من مارسيل كولر اللي يحسب عليه، وده يبين لك ان المدرب مش تحت شرط ان هو يمشي مش تحت شرط ان هو ينفذ افكاره، لا المدرب لازم يستمر. وده يوريك ان المدرب الذكي اللي يلعب على اوراقه ما يلعبش على افكاره. انت لو هتدور على افكارك فانت هتخسر لعيبه كتير، انما المدرب اللي يلعب على قد القماشه اللي في ايده هو المدرب اللي بيكسب الفريق، اللي بيكسب لعيبه في الملعب وبيكسب تيم محترم وبيكسب فريق جماعي. انما انت هتلعب كفريق كمدرب بالافكار اللي انت في دماغك، فانت في لعيبه مش هتمشي على افكارك، فانت هتعوز تغير جلد. فانك انت تمشي على اللعيبه اللي عندك، هي دي الميزه اللي في مارسيل كولر، وهي دي اللي خلته رجع الاهلي لمستواه في الايام الماضيه.